يختبرون حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سب فيها رسول الله ونال من مقامه العظيم، يهتفون بأعلى حناجرهم وأصواتهم إلا رسول الله محمد. مسألة التطاول على رسول الله أصبحت مسألة أمن قومي، أي أنها في أعلى درجات اهتمام دولتنا السورية الجديدة. ما أجمل هذا الكلام. جزاكم الله عنا خيرا يا دولتنا الجديدة، يا رئيسنا، يا حكومتنا، يا جيشنا، يا أمننا، يا شرطتنا. جزاكم الله عن رسول الله محمد خير الجزاء. خرجنا في ثورتنا إلا إعلاء لكلمة الله، إلا إعزازا لمقام رسول الله، إلا لرفع الظلم عن المستضعفين في أرض الشام المبارك. بعد معاشر المسلمين وأحباب رسول الله محمد، أحباب رسول الله محمد بحق، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن العظيم كتابا هاديا من عند الله منزلا. يقول الحق تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قدوة العالمين، رحمة الله للعالمين. يختبرنا أولئك الذين يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم بين الفينة والأخرى، يختبرون حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علموا أن المسلمين يزداد حبهم لرسول الله يوما بعد يوم وحينا بعد حين وسنة بعد سنة إلى أن نلقى الله عز وجل، ونحن نفتخر بعظيم حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يا من أثبتتم بحق حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا بإذن الله جل جلاله. قد علمتم ما حدث من أحداث ملتهبة في الأسبوع المنصرم، أحداث ألهبت قلوب المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تلك الصوتية الاستفزازية من أحد الحاقدين على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. سب فيها رسول الله ونال من مقامه العظيم، وسمعتم ما تكلم به وما تفوه. أثبت المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عظيم تقديرهم لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطوبى لهم وقد فاضت قلوبهم بحب رسول الله، ووعى قلبهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجوا في كل الأزقة والشوارع والمدن يتظاهرون يهتفون بأعلى حناجرهم وأصواتهم إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. خرجوا وهتفوا لبيك يا رسول الله، خرجوا وهتفوا وقالوا قائدنا للأبد سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد علموا أن الزمن الذي كان يسب فيه الله جل جلاله ويسب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام المعتوه بشار البهرزي قد ولى إلى غير رجعة، وأصبح التطاول وأصبحت مسألة التطاول على مقام وذات رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة أمن قومي.
انظروا إلى هذه عبارة الذي أصبح قانونا وهو قانوننا نحن المسلمون. ما أجملها وما أعظمها من عبارة تلخص واقعنا وحالنا وحبنا تجاه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أصبحت مسألة التطاول على رسول الله مسألة أمن قومي. ماذا يعني أن تكون تلك المسألة مسألة أمن قومي؟ أي أنها من أعلى وأعظم اهتمام وأولويات اهتمام دولتنا السورية الجديدة، وكفى بها مفخرة وكفى بها مأزرة، كفى بها مفخرة وكفى بها مأزرة إلى يوم الدين. مسألة التطاول على رسول الله أصبحت مسألة أمن قومي، أي أنها في أعلى درجات اهتمام دولتنا السورية الجديدة. ما أجمل هذا الكلام وما أجمل هذا الزمن الذي رأينا فيه هذا الحال. وجزاكم الله عنا خيرا يا دولتنا الجديدة، يا رئيسنا، يا حكومتنا، يا جيشنا، يا أمننا، يا شرطتنا. جزاكم الله عن رسول الله محمد خير الجزاء، وجزاكم الله عن قلوب المحبين لرسول الله خير الجزاء. ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرأوا ورموهم بسباب، سبوا خيار الخلق من له العلا وله المقام في ذرى الأحساب. وقد صرح أعوج عن حقده في سب نبينا المتقي الأواب، يا أول الاثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتاب. واليوم قد صدع الخبيث بجرأة ووقاحة من سافل كذاب، آذى النبي محمدا في عرضه سيعمه ذل وشر عقاب. هكذا حال كل من يتطاول على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولا الزمن الذي يسب فيه الله، ولا الزمن الذي يسب فيه رسول الله إلى غير رجعة. ما خرجنا في ثورتنا إلا إعلاء لكلمة الله، إلا إعزازا لمقام رسول الله، إلا لرفع الظلم عن المستضعفين في أرض الشام المباركة. فاللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك يا حي يا قيوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا إيانا واعظا إيانا منبها مرشدا لنا أن أي حب بعد حب الله جل جلاله لا ينبغي إلا أن يكون لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. هكذا عنوان عريض لك أيها المسلم المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حب يعلو فوق حب رسول الله إلا حب الله عز وجل. إياك ثم إياك أن يتداخل إلى قلبك شيء من محبة المال أو الدنيا أو الأهل فوق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد منا إن سب أبوه أو سبت أمه أو سبت زوجته أو سب هو أو سب أولاده لربما يعفو بدافع الأمر الإلهي، وأن تعفو أقرب للتقوى. أما مسبة رسول الله، أما مسبة الله جل جلاله، ليس لأحد أن يعفو مهما على شأنه وعظمت قيمته وقدره. هو حق الله، هو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم.